استنى رايح فين؟ تعالى يا جماعه، انتوا نسيتوني؟ انتوا لحقتوا تنسوني؟ تعالى اما اقول لكم النهارده ثالث جولات المنتخب المصري امام انجولا في كاس الافريقيه 2026 في المغرب. النهارده المباراه المرتقبه في الساعه السادسة مساء بتوقيت مصر والسعوديه، مباراه انجولا اللي ان شاء الله نطلع بيها بمكاسب غزيره. وتعالى اقول لكم توقعاتي الشخصيه في مباراه انجولا والتشكيل اللي انا بتمناه ان العميد يبدا بيه، ان نطلع منه بكم استفاده كبيره جدا. ان شاء الله نقدر نستفيد باكتر من لاعب ويتالقوا النهارده وامام انجولا، نقدر نستغلهم ان شاء الله، يبقوا تغييرات على الاقل في الادوار الاقصائيه من بدايه دور ال 16 ان شاء الله، اللي نقدر ان شاء الله من خلاله نحصد بطوله كاس الافريقيه 2026 في المغرب وناخد البطوله الثامنه ان شاء الله على التوالي. تعال ارصد معاكم التشكيل اللي انا بتمناه يلعب النهارده. التشكيل هيبقى كله جديد في جديد، الناس هتستغرب معايا، بس انا ده اللي انا عايز اقوله، ان المباراه ان شاء الله ملهاش اهميه كبيره جدا قد ما احنا عايزين بقدر المستطاع نطلع باستفاده كبيره جدا، ولاعيبه ممكن نكون في بالنا مش موجوده وتلاقيها على ارض الواقع، لعيبه جامده جدا ونقدر نستغلها ان شاء الله في الادوار الاقصائيه زي ما قلت. تعالى ارصد معاكم التشكيل اللي انا بتمناه، وبعد كده ارجع اقول لكم العميد هيبدا بمين. تعالوا. في حراسه المرمى مصطفى شوبير. في خط الدفاع أربعة طبعا بعد طرد محمد هاني في المباراة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا، فمن الطبيعي إن العميد هيبدأ بأحمد عيد اللي هو الباك يمين منتخب مصر وبديل محمد هاني. دي تغييرة أظن العميد مش هيبدأ فيها. أما قلبي الدفاع أظن إن العميد هيبدأ برامي ربيعة تاني، هيديله تاني ان رامي ربيعه ما لعبش المباراه الاولى امام زيمبابوي ولا لعب المباراه الثانيه امام جنوب افريقيا، فاظن ان هو عشان الراجل ياخد على مكانه ويتعود على المكان. مش معنى كده ان رامي قله خبره وان ما عندوش خبره انه يلعب في المكان، بس لا، عشان يبقى حساسيه البطوله على طول موجوده معاه، ويحاول يلعب جنبه خالد صبحي او محمد اسماعيل لاعب الزمالك، ويديهم فرصه النهارده في المباراه ديت ان ممكن نشوف محمد اسماعيل يبقى متالق او نشوف خالد صبحي يبقى متالق. اظن ان العميد هيلاعب حد جنب رامي ربيعه زي ما قلت لكم، يا خالد صبحي يا اما محمد اسماعيل، يا اما يرجع الثقه تاني لحسام عبد المجيد ويديله النهارده. بغض النظر خط الدفاع ده اللي انا قلته واللي بتمناه. باك شمال هيبقى احمد فتوح، والراجل اكيد بنسبه كبيره هي دي التغييره اللي ممكن يعملها، ان يخلي محمد حمدي يريحه الادوار الاقصائيه ويدي احمد فتوح اللي ممكن نكسبه النهارده من خلال مباراه انجولا ويقدم مباراه عظيمه، ويبقى تغييره يبقى فتوح يعني تغييره تقلب المباراه. ان فتوح لعيب كبير جدا يا جماعه، ولازم نستغله في الادوار الاقصائيه لما نكون يعني لا قدر الله لا قدر الله متاخرين يعني. اما نص الملعب فاظن ان الراجل هيريح مروان عطيه اللي مات بقاله ماتشين، وحمدي فتحي اللي اتهلكوا في الماتشين الاولانيين بتاع زيمبابوي ومباراه جنوب افريقيا، فممكن النهارده يلعب بشحاته رقم 6 وجنب منه يلعب مهند لاشين، وقدامهم احمد السيد زيزو او تريزيجيه، يعني احمد السيد زيزو او تريزيجيه في